مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أفاد بأن مصر تعد إحدى الدول الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من إمكانات في جذب الاستثمارات المختلفة المحلية والأجنبية في هذا المجال. وفي ظل الخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها في مشروعات الهيدروجين الأخضر، سلط المركز الضوء على أهمية توفير إطار تشريعي لتنظيم مشروعات إنتاج الهيدروجين واستخداماته المختلفة في مصر، لتعظيم اندماج مصر في السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ومن أبرز دوافع تشجيع الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر هو توفير العديد من فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما تنبع أهمية الهيدروجين في توفير فرص استثمارية خلال السنوات المقبلة. وأشار المركز إلى مدى جاهزية الدولة المصرية لجذب استثمارات الهيدروجين الأخضر، حيث تتميز بكونها ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية من حيث قدراتها وحجمها الإنتاجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب التقرير الصادر عن وكالة فيتش في عام 2023. ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إنشاؤها في مصر حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و220 ألف فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا في مصر خلال السنوات العشر المقبلة. مصر بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن العديد من الحوافز الجاذبة التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر في هذا المجال تعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات. من جديد أهلا بحضراتكم. الهيدروجين الأخضر هو المستقبل بلا شك، وهو رهان مصر بلا شك على طاقة نظيفة وطاقة تقريبا صفر كربون، إن لم تكن صفر بالفعل كربون، صفر انبعاثات، طاقة تتناسب مع الوضع الحالي، مع المجتمع الحالي، مع المناخ الحالي الذي يعاني منه العالم أجمع وليس دولة بعينها. الجميع متأثر من التغيرات المناخية، وكان لابد من البحث عن طاقة بديلة نظيفة آمنة لها استخدامات مختلفة ومتعددة على كافة الأصعدة. تحياتنا لحضراتكم، تحياتي لضيفي الكريم دكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور. هذه المصطلحات ربما نسبيا غائبة عن الجمهور، بداية لو في تعريف سريع من حضرتك للهيدروجين الأخضر، وما هو وما هي استخداماته؟ الهيدروجين، هي ذرة الهيدروجين هي ذرة لا انقسام عليها، ولكن لما بنقول هيدروجين أزرق أو هيدروجين أخضر أو هيدروجين بني رمادي أسود أصفر أبيض، كل دي أشكال للهيدروجين، طيف الهيدروجين، ولكن هو المصدر بتاعها كله هي ذرة الهيدروجين. نعم. الأفضل فيهم هي الهيدروجين الأخضر. أفضل ليه؟ لأن علشان أحصل على الهيدروجين لازم أحصل عليه بدون مركبات جانبية من ثاني أكسيد الكربون. الوحيد اللي بيديني الكلام ده هو الهيدروجين الأخضر اللي بيجي من تحليل المية بواسطة الكهرباء. بقدر اخد الهيدروجين الأخضر ما فيش جنبيه أي ملحقات لثاني أكسيد الكربون. نعم. لو رحنا للأزرق، كل ما باخد ذرة هيدروجين أزرق باخد جنبها نسبة عالية جدا 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 من ثاني أكسيد الكربون. فبالتالي هو الهيدروجين بتاعها اللي هو الأزرق مفيد، ولكن بيديني حاجات ضارة. لما الأخضر باخد الهيدروجين مفيش أي شيء تاني جنبه ضار. ده كهيدروجين أخضر. نعم. استخدامات الهيدروجين في جميع أنواع الطاقة. أي شيء بيستخدم فيه الطاقة، سواء بقى بنزين أو وقود أحفوري أو غاز، الهيدروجين يستخدم مكانه. بالإضافة أنه بيستخدم في بعض الأكل، يعني أي حاجة مهدرجة موجود فيها الهيدروجين. بيستخدم في داخل في الصناعات الغذائية يعني. في الصناعات الغذائية. بيستخدم في الصواريخ اللي بتطلع فوق بتعدي الغلاف الجوي. زمان كانوا بيستخدموه في المنطاد اللي بيبتدوا يتحركوا بيه. فهو بيستخدم في مجالات عدة. وبعدين هو اصلا موجود في الغلاف الجوي، 3/4 الغلاف الجوي، وثالث عنصر موجود على الارض بعد ثاني اكسيد، بعد الاكسجين وبعد السيليكون. نعم. يعني اذا كان هو بهذه الأهمية،
لماذا تأخرنا كثيرا في استكشافه أو استخدامه كنوع جيد من أنواع الطاقة؟ هو استكشافه من زمان، إنما الفكرة في استخدامه الاستخدامه لأن البترول يعني لما ظهر البترول قضى على حاجات كتير وتسبب في مشاكل كتير. صحيح. والغاز نفس الكلام، ولكن أهمية وجود الهيدروجين بأن هو يكون بديل بعد ما حصل مشكلة في المناخ، لأن العادم بتاع الهيدروجين صفر. عادم الهيدروجين مية مقطرة بتتشرب وتستخدم، ما فيهاش أي نسبة كربون. الطاقة الحرارية بتاعة الهيدروجين الأخضر 3 أضعاف أو 2.8 أي وقود سواء أحفوري أو غاز، قدوا مرتين. دكتور سامح، يعني هذا الموضوع مثير للاهتمام للغاية، ولكن دعنا نتحول إلى زميلتي آلاء حامد. بحضراتكم من جديد أجدد ترحيبي بضيفنا الكريم دكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة. أهلا وسهلا دكتور. حديثنا عن الهيدروجين الأخضر الحقيقة حديث مثير للاهتمام بما يحمله من تفاصيل مختلفة وبما يحمله من خطوات حقيقية وجادة اتخذتها الدولة المصرية في سبيل تيسير رواج هذا الأمر والاستثمار في هذا الأمر الهيدروجين الأخضر. برأي حضرتك كيف ترى الإجراءات التي اتخذتها مصر في هذا الصدد؟ هو مصر طبعا خدت إجراءات سريعة وقوية. بعد ما لاحظت في 2020 عملنا حصل أكتر من 22 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. نعم. وده جه بناء على إيه؟ على إن الدول الأوروبية درست شمال أفريقيا بالكامل، لقت أنسب مكان لإنتاج الهيدروجين الأخضر هي جمهورية مصر العربية، وبالأخص محور قناة السويس. ليه بقى؟ جمهورية مصر العربية لأن الخبرة، إحنا علشان نقول هيدروجين أخضر يبقى لازم بنستخدم كهرباء، ولازم تكون طاقة متجددة، ويكون مية محلاة، ما هيش مية بحر. إحنا عندنا من البحر الساحل الأحمر، البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط، دول طولهم حوالي 1300 كيلو تقريبا. عندنا الخبرة في الطاقة الجديدة والمتجددة من 2014 ل 2020 وصلنا ل 20%. عندنا خبرة عالية جدا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فبالتالي الاثنين دول بقوا سبورت. وجود المية ووجود الخبرة في الطاقة المتجددة دول أساس إنتاج الهيدروجين الأخضر. فلما لقوا في شمال أفريقيا أن مصر بتتوفر فيهم العنصرين الرئيسيين دول، بدأوا يتجهوا إلى جمهورية مصر العربية. اللي يثبت هذا الكلام أن في كوب 27 الإمارات بدأت تعمل معانا مذكرة تفاهم، وتحولت إلى مذكرة تنفيذية بإنتاج 10 جيجا طاقة رياح علشان الهيدروجين الأخضر. شركة اسكات نفذت أول مشروع في العين السخنة في كوب 27، وبعد كده عملت مذكرة تفاهم برضه في كوب 27 بإنتاج 5 جيجا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. الشركات الأجنبية العالمية كلها ركزت على جمهورية مصر العربية لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فمحور قناة السويس جهز نفسه، راح عامل منطقة خاصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فقط، وعمل لها الدعم بالطاقة المتجددة، عمل لها دعم بمحطات تحلية المية، يبقى إذا العنصرين متوفرين. ربط المنطقة دي بخط أرضي مباشر بينها وبين الميناء اللي موجود في العين السخنة. ده خط خاص بالمنطقة بتاعت إنتاج الهيدروجين. جه في قلب الميناء بتاع العين السخنة عمل رصيف خاص لتصدير الهيدروجين الأخضر، وعمل منطقة تخزين للهيدروجين الأخضر. فأصبحت المنطقة والإنفراستراكشر جاهزة للإنتاج الهيدروجين. المستثمرين يتفضلوا. جه رئيس الوزراء راح عطاهم شوية بنود لدفع الكلام ده. قال لهم كل المعدات اللي انتوا هتشتروها بدون ضريبه مضافه. اشتروا كل المعدات وكل احتياجاتكم لانتاج الهيدروجين الاخضر ما عدا السيارات الملاكي، دي خاصه بدون ضرائب. هتستوردوا كمان الخامات اللي انتوا عايزينها للانتاج، المعدات اللي بتعمل الهيدروجين ما عليهاش ضرائب. هتصدروا الهيدروجين ما عليهوش ضرائب. ودي كلها تيسيرات بالتاكيد وتسهيلات. قال لهم انتوا لما بتقدموا لي كشف بالدخل بتاعكم برجع لكم من 33% ل 55% من الدخل اللي انتوا من الكشف بتاع الدخل بتاعكم وما عليهوش ضرايب. فدي برضو ميزه كويسه. انتوا بس عليكم تدربوا اللي بيشتغلوا معاكم كمصريين، تاخدوا 20% من المنتجات، من الحاجات اللي انتوا بتحتاجوها تكون من الانتاج المصري.
ان كنتوا توظفوا الموجودين وتعملوا لهم تدريب ورفع كفاءه وتهتموا بالمنطقه اللي انتوا يعني لما بيكون معمل مصنع الهيدروجين يبقى لازم يعمل تنميه في المكان اللي هو بيشتغل فيه. نعم. فبالتالي كل التيسيرات دي بقت بالنسبه لهم كويسه. قال لهم كمان انا بضمن ان الفلوس اللي بترجع لكم من 33 ل 55% وزاره الماليه بتتعهد ان هي تردها. قال لهم كمان لما بتيجوا تعملوا اوراق الشركه كل الدمغات والضرائب اللي خاصه بالشهر العقاري على الدوله. فاذا دي استثمارات كتيره قويه جدا تخلي اي حد يجي بسرعه يعمل انتاج الهيدروجين الاخضر عندنا. دكتور سامح، امتى ممكن نقول انه مصر الان منتجه ومصدره للهيدروجين الاخضر وانها بين مصاف الدول المتقدمه في هذا الامر او في مراكز متقدمه بين الدول في هذا الامر؟ احنا قدامنا من 4 ل 5 سنين لان هو الانتاجيه المفروض 5 سنين بس احنا بادئين من سنه وشويه فهي من 4 ل 5 سنين. نعم. انما احنا نكون من الدول المتقدمه، احنا من الدول المتقدمه. ده مش تقرير مصري، ده تقرير وكاله فيتش وتقرير الوكاله الدوليه للطاقه اللي موجوده في فرنسا. كل دول قالوا ان محور قناه السويس هو محور دولي واعد لانتاج الهيدروجين الاخضر. اوروبا دلوقتي بتسعى الى تغيير محطات الطاقه اللي بتشتغل بالغاز، هترفضها ان لم يكن العادم بتاعها لا يزيد لكل كيلو وات ساعه لا يزيد عن 270 جرام. اللي بيطلع من الغاز 450 او 460 جرام لكل كيلو وات. فبيبتدوا يعملوا مزج ما بين الهيدروجين بنسبه تقريبا من 20 ل 30% مع الغاز علشان يحصلوا على ال 270 والا المحطات دي هتقفل. فاصبح دلوقتي في تطوير سريع جدا في جميع محطات اللي بتشتغل بالغاز في اوروبا وفي العالم انها تتحول الى المزج من غاز لغاز وهيدروجين. لكنه ليس بديلا عن الوقود الحالي سواء في صورة بترول أو في صورة غاز طبيعي. لا، المحطات القديمة بيعدلوها كده. المحطات الجديدة اللي هي بتاعت اللي هي أصلا شغالة بفحم وعايزين يحولوها لغاز، لا ما بيحولوهاش لغاز، بيحولوها لسيستم هيدروجين كامل. فبالتالي بتلغي الفحم تمام وبتلغي الغاز. فكل ما هو جديد كل المحطات اللي في المستقبل نسبة هيدروجين عالية أو 100% هيدروجين. بدليل إن احنا دلوقتي عندنا سفن بتشتغل بالهيدروجين. عندنا في مصر احنا على فكرة في 73 منتج هيدروجين، منهم 23 موجودين في مصر. 18 أخضر و3 أزرق و2 تموين سفن. الإمارات عندها محطة تموين طيارات وتموين سفن وتموين سيارات. السعودية فيها محطتين تموين سيارات. فإذا الهيدروجين بيعمل إحلال داخل الدول العربية، ومحور قناة السويس واخد أكبر 23 من 73. فإحنا الأوائل اللي بعدينا عمان 10 مشاريع. فإذا هو في تقدم فيه داخل الوطن العربي وداخل مصر. طب بالنسبة للعالم، العالم كله بيتجه الى استخدام الهيدروجين الاخضر، لان زي ما قلنا لحضرتك ان الاوتبوت او الناتج بتاعه عادم بتاعه زيرو كربون، ميه مقطره. نعم. ميه مقطره يبقى صالحه للشرب. الحقيقه انه زي ما حضرتك اشرت الى هذه الاشاده من منظمات دوليه كبيره بالدور اللي لعبته مصر، الحقيقه ما كانتش البدايه من كوب 27 وانما كانت سابقه على هذا الامر او على هذا التاريخ تحديدا. لكن مصر وسريعا اتخذت خطوات جاده في هذا الامر، واصبحنا الان زي ما حضرتك قلت مركز محوري في المنطقه على الاقل فيما يخص الهيدروجين الاخضر. آفاق هذا الأمر وتحديدا السيد الرئيس في مائدة مستديرة في كوب 27 أشار إلى فكرة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وإمكانية أنه مصر تكون مركز محوري في منطقة الشرق الأوسط على الأقل فيما يخص الهيدروجين. هو حضرتك الناتج الكلام ده المذكرات التفاهم اللي اتعملت علشان نعمل طاقة متجددة، طاقة رياح. يعني احنا وصلنا ل 15 جيجا طاقة رياح، ديت مش موجوده في اي حته. ان احنا دلوقتي هنعدي 2.4 كمان طاقه شمسيه. نعم. لان احنا بنقول ليه طاقه متجدده؟ لان انا علشان اعمل هيدروجين اخضر يبقى المفروض الحاجات اللي انا بستخدمها ما بتدينيش عدم ثاني اكسيد كربون. يبقى انا لو استخدمت كهرباء جايه من الغاز ما انا بطلع ثاني اكسيد كربون. لما بستخدم طاقه متجدده، الطاقه المتجدده الرياح بتطلع 12 جرام لكل كيلو. الطاقه الفوتوفولتيك اللي هي الشمسيه بتديني 46 جرام. لو بستخدم طاقة المية بتديني 5 جرام. فإذا دول بيدوني يعتبر ثاني أكسيد كربون شبه منعدم. نعم. إنما لو استخدمت الغاز، وده الغاز أفضل من البترول،
سواء سولار او بنزين، فبيديني 460 جرام. فانا بقول طاقه متجدده عشان بتديني اول حاجه انبعاث شبه منعدم، تاني حاجه ان المنتج من الكهرباء من الطاقه المتجدده ارخص من اي نوع تاني خالص. يعني بيوصل الطاقه الشمسيه الكيلو وات منها من سنت لسنت ونص لا يزيد. طاقه الرياح من حوالي 2.5 سنت. فاذا السعر منخفض، ثاني اكسيد الكربون منخفض. وده على فكره الايام اللي جايه كل منتج، يعني لو مثلا جبت 2 مج، المج ده بيبقى نفس الشكل ونفس الكينونه وكل حاجه، هنلاقي واحد سعره منخفض وعليه دعم والتاني لا. ليه؟ لان اللي عليه دعم ده منتج جاي منين؟ جاي من مصنع، والمصنع ده بيستخدم حاجات صالحه مع البيئه مش ضاره بالبيئه. نعم. ونسبه ثاني اكسيد الكربون بتاعها كويس، فبياخد دعم هو اللي يتباع الاول وهو يبقى منتج اخضر. انما الثاني اللي بيستخدم بقى سواء بقى كهرباء وبيطلع ثاني اكسيد الكربون نسبه عاليه، او خامات بتستخدم بتيجي من ثاني اكسيد الكربون عالي، فما عليهوش دعم، فبالتالي ده ما هوش منتج اخضر. فكل الحاجات اللي بعد كده هيبصوا عليها هل هي منتج اخضر او غير منتج اخضر. حضرتك اشرت في بدايه حديثك الى انه بعد 4 أو 5 سنوات سيكون الهيدروجين الأخضر هو البطل في المشهد، سيدخل في كل الصناعات تقريبا أو في كل أشكال التعاملات أيا ما كان نوع هذا التعامل. أتصور أنه البداية ممكن تكون مع تشغيل المصانع التي تحتاج إلى طاقة كهربائية أو طاقة جهد وقود كبير للغاية. متى يرى المواطن المصري بيئة نظيفة محورها وبطلها هو الهيدروجين الأخضر أن يدخل بشكل مباشر مع التعامل اليومي مع المواطن المصري؟ تمام. وحضرتك المنتج بتاع الهيدروجين الأخضر هو بدأ بس نسبة ضعيفة، فما حدش هيبقى يلمسه يعني. إنما في دول أوروبا ناس بتلمسه في السيارات، أبسط الأمور. نعم. يعني اللي بيمشي بهيدروجين أخضر لو مول مثلا ما يعادل لتر من الهيدروجين الأخضر، يمشي بيه 3 أضعاف اللي بيمشي بيه من لتر البنزين. نعم. يعني يمشي 3 أضعاف. 3 أضعاف. 3 أضعاف على الأقل. ده بخلاف إنه ما بيطلعش ثاني أكسيد كربون. لتر البنزين بيطلع 2.7 كيلو ثاني أكسيد كربون. لتر الهيدروجين مش هيطلع حاجة، هيطلع زيرو، هيطلع مية مطرة. ده إنما جوه مصر هو لا يقل عن 4 سنين، يعني نقول من 4 ل 6 يبتدي يشتغل، لأن الهيدروجين في الطاقة الكثيفة في المصانع كثيفة الطاقة زي الحديد والصلب وزي الاسمنت وما شابه ذلك، هو ده أفضلهم. نعم. أفضلهم لأن اولا الطاقه الحراريه بتاعته 3 اضعاف، هو بالظبط 2.8، فلما بيكون 3 اضعاف يبقى بالتالي انا باخد الطاقه الكبيره في بسرعه وفي زمن قليل. ادي 1. 2 انها بتبقى نظيفه بقى، ما فيش بقى عوادم لا عادم بقى ولا صرف لثاني اكسيد الكربون، ولا بحط كواتم حاجه تكتم ثاني اكسيد الكربون او اخدها واجمدها لثاني اكسيد، مش محتاج الكلام ده. بقلل نسبه لثاني اكسيد اللي بتطلع للجو، فبالتالي الغازات الدفينه مش موجوده او بتقل بأفضل. هل ممكن يدخل فيه الاستخدامات المنزليه؟ هيستخدم مكان الغاز الطبيعي اللي بيدخل جوه البيت. هيستخدم، هو اولا بيستخدم في البيت بدون ما ندري في كل الاكل، معظم الاكل اللي احنا بنستخدمه ده هيدروجين. نعم. ولكن في الاستخدامات الفعليه هيبقى في الوقود اللي هو بنستخدمه بدل الغاز الطبيعي. نعم. لو اتكلمنا عن استراتيجيه الهيدروجين، اعلان مصر عن اطار الاستراتيجيه دي، وانه مصر هتكون بالفعل يعني لها خطوه في تحقيق هذه الرؤيه او هذه الاستراتيجيه، ان يكون الامر في إطار استراتيجية. إذا هناك فكر منظم، هناك فكر موجه، هناك في خطة عمل تقودها الدولة من أجل تيسير هذا الأمر. بنود هذه الاستراتيجية، بنود الاستراتيجية يعني علشان أعمل المشروع، هل أنا عندي الانفراستراكشر أو المكان المؤهل لهذا الموضوع جاهز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموجود، والمساحة دي معروفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. طيب هل عشان أنا عملت الحاجة هل في مرونة إن أنا أصدر واستورد؟ في مرونه، بدليل ان انا رابط المنطقه دي بالمينا بخط مباشر، ما فيش حد بيدخل عليه، وعنده رصيف خاص بيه، وعنده اماكن تخزين. يبقى انا عامل له المكان بتاعه، وعامل له كمان المنطقه اللي يودي يبعت بره ويجيب الحاجات بتاعته اللي هو عايزها من بره. نعم. طيب هل انا عامل عليه شروط؟ كل الشركات اللي بتشتغل في تصدير الهيدروجين الاخضر او بتستورد الحاجات اللي هي خاصه بيها دي خارج منظومه اللي هي البطاقه الضريبيه الخاصه بالمصدر والمستورد. فاذا هو يعتبر شبه حر في هذه المنطقه بالقوانين اللي بترتبطوا به مع المنطقه الاقتصاديه. نعم. هل صحيح انه العمل في هذا المجال سيوفر 44,000 فرصه عمل؟
والله لا، هي الاعداد تعتمد على حجم العمل اللي بيشتغل. هي ممكن تكون اكتر. ليه؟ لانه زي ما قلت لحضرتك ان في الزام بان كل من بيشتغل في هذا المكان لازم يدرب اولادنا اللي موجودين في هذا المجال. المنطقة. نعم. وكمان هو بيعمل لهم دورات تدريبيه وبيعمل نشاط تنشيط لهذا المكان او خدمات اجتماعيه لهذا المكان. فاذا ممكن يبقى اكتر من 44 ده طبقا لحجم العمل. وبعدين احنا مش عندنا المنطقه دي بس، احنا ممكن نعمل منطقه زيها فين؟ في أسوان مثلا، في مرسى مطروح وفي المناطق دي كلها. كل ما هو على الساحل جاهز لهذا الكلام. لكن فيما يخص عفوا لو كنت اشرت الى اسوان، بقصد هنا محطه الطاقه الشمسيه بنبان. يعني هل هيكونوا متجاورين؟ هل ده هينفع في انتاج الهيدروجين؟ هو ينفع، بس هو حضرتك احنا مصر مؤهله في اي منطقه انها تنتج طاقه متجدده، بالذات الطاقه الشمسيه. فنقدر نعملها في اسوان، نقدر نعملها في مرسى مطروح، نقدر نعملها في اماكن، لان الحمد لله الجو ملائم في جمهوريه مصر العربيه لانتاج هذه الطاقه. فدي سهله. انما نقدر نستغل البحر في كل الاماكن بالذات، بس لازم يكون يفضل يكون جنب ميناء. هي المشكله الوحيده بتاعته ان هو ازاي اصدره، ولكن التصدير ده بيدخل مع الامونيا فاصبحت سهله. ادي واحد. الحل الثاني ان في ماده اسمها طولوكوين بتتحط على، لان انا علشان احوله لسائل لازم انزله لدرجه حراره 200 ناقص 255 وضغط عالي كبير جدا عشان يتحول لسائل. انما ممكن احط عليه ماده اسمها طولوكوين تحول الغاز بتاع الهيدروجين الى ماده سائله اقدر انقلها في غرفه الدور اللي هي غرفه درجه حراره الغرفه، فتتنقل في تانكر وما فيهاش اي اضرار، وبعدين بيفصلوا ماده الطولوكوين ويرجع تاني يستخدم. لان هو الهيدروجين لما بيحصل له اشتعال محدش بيشوفه، مش غير مرئي. مش زي البوتاجاز او زي البنزين، بيختلف. ما كناش فاهمين ليه السيد الرئيس افتتح مصنع للامونيا الخضراء، لكن دلوقتي فهمنا من حضرتك ان هي جزء اساسي في تصدير الهيدروجين الاخضر. ده كل العالم هيبقى كده. وبعدين هيدروجين اخضر او هيدروجين ازرق لازم بيتحط مع الامونيا. وان شاء الله يعني انا اللي انا اعرفه في العين السخنه في كوب 27 بدا في انتاج الامونيا مع امونيا، دي شركه من الامارات، مع شركه سكاتيك الهيدروجين الاخضر، وبدا لتنفيذ هذا الكلام. نعم. يعني الحقيقه ان هو رهان المستقبل بالفعل يا دكتور، بكل شيء. وانه لابد لاي دوله تطمح في ذلك ان تخطو الخطوات الان او ربما الامس وليس بالظبط. بس هي مش اي دوله تقدر تستفيد بهذا الكلام الا لازم يكون عندها المواصفات اللي عندنا، المواصفات اللي هي للطاقه المتجدده وتوفر الميه. يعني في دول محيطه ما عندهاش ميه، في وسط دول داخليه داخليه ممكن يبقى عندها طاقه متجدده بس ما عندهاش الميه. في دول ممكن عندها ميه بس ما عندهاش المناخ اللي دي طاقه متجدده. فهي الحمد لله دي متوفره، الاثنين متوفرين عندنا، فدي حاجه من عند ربنا كويسه. الحمد لله. شرفتنا دكتور. شكرا جزيلا على وقتك. دكتور سامح نعمان، الاستاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه الجديده والمتجدده، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه حديثنا عن الهيدروجين الاخضر حديث لا ينتهي، لانه كما اشار الدكتور سامح نعمان انه هذا هو القادم في عالم الطاقه، هذا هو القادم في مستقبل الايام فيما يخص الوقود على مستوى العالم، الطاقه على مستوى العالم، البحث عن بيئه نظيفه ومناخ نظيف، لا سيما وانه العالم يشهد تغيرات مناخيه سريعه ومتلاحقه لا يسعنا فيها الا الحد من هذا الامر، والوقوف على مساله التغيرات المناخيه لا يكون الا بتوفير وقود امن نظيف صفر كربون او صفر انبعاثات، وهذا هو الهيدروجين. بعد الفاصل نعود مع حضراتكم وفقرتنا الحواريه الثانيه حول قرارات وزير الاتصالات او تصريحات وزير الاتصالات الذي اكد ان مصر اتخذت 7 مراكز متقدمه في مجال الذكاء الاصطناعي. نتابع بعد قليل.